النهاردة جاية لكم بحكاية من الحكايات اللي بنحبها، حكايات وراها تاريخ ووراها حضارات ووراها ذكريات الجمعة وريحة الطبخ في بيوت جدودنا. النهاردة هنتكلم عن حكاية أصل المحشي المصري، الأكلة اللي بقت جزء من لمة العيلة وجزء من الهوية المصرية نفسها. شدوا الحزام وجهزوا كوباية الشاي علشان نوصل سوا لأول حكاية وأول سر في تاريخ المحشي. عمرك وقفت قدام طبق محشي سخن وفضلتي تسألي نفسك هو مين أول واحد في التاريخ صح له إن هو يعمل الفكرة العبقرية دي؟ ليه بالذات المصريين يتعلقوا بالمحشي لدرجة إنه بقى أكتر أكلة بتحسسك إنك في بيت؟ النهاردة هنرجع لورا آلاف السنين وهنفتش في حضارات قديمة وكتب تاريخ ومطابخ ملوك علشان نعرف القصة الحقيقية لأصل المحشي المصري. رغم إن ناس كتير فاكرة إن المحشي أصله مصري 100%، لكن الحقيقة إن فكرة حشو الخضار بالرز أو اللحم ظهرت لأول مرة في حضارات شرق البحر المتوسط. أكتر المراجع التاريخية بتشير إن أصل الفكرة بدأ من كلمة عثمانية ضلمة ومعناها شيء محشي، والمؤرخين اللي كتبوا عن المطبخ العثماني قالوا ان الاتراك في القرن ال14 وال15 كانوا بيعملوا الدلمة من الكوسة والفلفل، وده كان جزء اساسي على موائد السلاطين. طيب وصلت لمصر امتى؟ مع دخول العثمانيين لمصر سنة 1517 المطبخ المصري اتأثر جامد بالمطبخ العثماني، ووقتها ظهرت اكلات جديدة زي المحشي والكفتة والكباب والبقلاوة والزلابية. لكن هنا بقى حصل السحر، المصريين ما اكتفوش بالوصفة الأصلية، لا المصري يا جماعة عنده موهبة فطرية انه ياخد فكرة بسيطة ويخليها أسطورة. المصريين بدأوا يبدلوا المكونات، الأتراك كانوا بيستخدموها اللحم في الحشوة، المصريين قالوا لا احنا عندنا الخلطة بتاعتنا بصل وطماطم وشبت وبقدونس وكزبرة، والرز اللي بيميز المحشي المصري. سجلات الرحالة اللي زاروا مصر في القرن ال18 وال19 كتبوا ان المصريين عندهم أكلة مميزة اسمها محشي ورق عنب غير اللي شافوها في اسطنبول، ومن هنا المحشي المصري اتولد رسميا. المحشي ما كانش مجرد أكلة، المحشي بقى طقس اجتماعي. في حفلات الأفراح زمان طبق المحشي كان من الأطباق اللي لازم تتقدم، وفي بيوت الفلاحين كان المحشي أكلة موسم تعملها الست المصرية وقت تجمع المحصول. وما ننساش يوم الجمعة اللي من القرن ال19 ولحد النهاردة أصبح أكتر يوم بيتعمل فيه محشي في البيوت المصرية. رغم ان البعض بيقول ان الفراعنة كان عندهم فكرة مشابهة، لكن مفيش اي دليل اثري بيؤكد ان المصريين القدماء كانوا بيحشوا خضار بنفس الطريقة الحالية. اللي مثبت فعلا هو انهم كانوا بيعملوا اطباق محشية من الحمام والطيور اكتر من الخضار. فالاصل الحقيقي للمحشي الحالي هو عثماني، بس الشخصية والخلطة والطعم والهالة مصرية خالصة. المصريين بعد كده اتفننوا وظهر محشي كوسة، محشي ورق عنب، محشي بتنجان، ومحشي الفلفل، ومحشي كرنب، ومحشي كوسة باللحمة، واللي لهجته بقت تتسمع في الشارع يا محشي يا محشي مين يشتري محشي. وبكده نكون وصلنا لنهاية حكايتنا مع أصل المحشي المصري، أكلة بدأت من حضارات قديمة وانتقلت من دولة لدولة وتشكلت من ثقافة لثقافة، لكن في الآخر ما لقيتش حضن أحلى من المطبخ المصري علشان تكبر وتبقى بالشكل اللي احنا عارفينه. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الحكايات الجديدة أول لما تنزل. استنوني في حكاية جاية أقوى وأغرب وألذ. سلام.